بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ادعوا لجميع الدول العربية اللي فيها مشاكل ربنا يحلها من عنده. بصوا حبايبي، انا النهاردة هعمل كوسة. الكوسة ايه، غسلتها، وبعد ما غسلتها جردتها كده تمام، ورحت مقطعاها وغسلها تاني. هستعمل معاها الطماطم، هستعمل معاها الصلصة، هستعمل معاها معلقة سكر. تمام. بدأت ايه، عملت ايه، شطفت اللحمة شطفة كده، ورحت مقطعة البصل مع معلقتين سمنة بلدي مع اللحمة. تمام. انا ما بقليش لخضار، الاكل كده بيبقى خفيف قوي. خلاص كده اللحمة حطيت لها شقشاق مية علشان مش هتاخد سوى الكوسة. تمام. وهبدأ اعمل ايه، خلاص شربت المية اهي. هبدأ احط معلقتين صلصة، معلقة السكر، وابدأ احور فيها كده في جنب الحلة علشان نطلع منها المادة الحافظة. حورت فيها شوية كده. ابدأ احط الطماطم اهي. تمام. شوية فلفل اسمر، مش هحط ملح دلوقتي خالص خالص خالص. هسيبها بقى ايه، تاخد وتدي مع بعضها وتتسبك. وخليكم معايا وهقول لكم هتعملوا ايه. هتعملوا بطريقتي دي احلى كوسه، احلى كوسه هتاكلوها. وهعمل جنبيها شويه رز بشعريه. انا هغطي عليها اهي. تمام. وهسيبها بقى ايه، تتسبك، وهرجع لكم تاني. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، صلوا على رسول الله. بصوا شكل الكوسه، بصوا الجمال. عشاق الخضار يحضروا معايا هنا. بطريقتي دي هتاكلي احلى واطعم كوسه. بصوا الجمال، بصوا. هسيبها بقى تطعم من الصلصه، وانا بهرتها بهاراتي ايه، الملح والفلفل الاسمر. عايزه تحطي شطه حسب الرغبه، انت حره. تمام. احلى شويه كوسه هتاكليهم مع شويه رز بشعريه. الرز بشعريه اهو خلاص قلبته وهشربه، وهتاكلوا احلى شويه خضار مع شويه رز بشعريه. هسيبها بقى تغلي كام غلوه كده، تطعم من بعضها، وهتتغرف مع الرز بشعريه، وهتاكلوا احلى كوسه. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. وده كان الشكل النهائي للكوسه بتاعتنا والرز بشعريه. الف هنا وشفا للي هياكل. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير
وادعوا لجميع الدول العربية اللي فيها مشاكل ربنا يحلها من عنده. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.